النور، مساء الخير يا أغلى متتبعاتي ومتتبعيني، الأحبابات ديالي، أمهاتي الغاليين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين مزيانين، ومرحبا بكم بفيديو جديدة. فرحانة بزاف اليوم حيت غنتلاقى معكم بفيديو جديدة، وكنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أتم الأحوال. ونتمنى إلى عجبكم محتوى القناة تدعموني بلي لايك وتخليو لي كومنتير زوين بحالكم، وأكيد دعموني باشتراك. وبلا ما نطول عليكم، قصة اليوم غتجيكم غريبة شوية. قصة رواها لي صديق وطلب مني أنني نسردها لكم ونحكيها لكم بصوتي، حيث أكيد ما باغيش حد يعرف مشكلته. قصة غريبة حيث ما عمر شي حد بحالي قدر يعترف ويقول أنا في هذا العمر وبغيت بنت صغيرة صغر من بناتي. المهم بلا ما نطول عليكم، أنا أستاذ ديال الفيزياء في الإعدادي، كنقرر 4 ديال الأقسام كلهم ديال أولى إعدادي. كنبغي المهنة ديالي وخا صعيبة، المهم وفيها بزاف ديال التمارة والمسؤولية. دابا هذه 25 عام وأنا كنقري في هذه الإعدادية. العمر ديالي دابا 50 سنة، مطلق وعندي بنت. حتى أنا تزوجت من بعد واحد العلاقة ديال الحب زوينة بزاف، وكنت كنقول غادي تبقى دائما حتى الموت اللي تفرقنا، لكن وقيلا كذوبنا هو اللي فرقنا. حنا بحال جميع لي كوبل كنا في الاول كنحاولوا نبينوا الجهه الزوينه في علاقتنا، كنحاولوا نبينوا راسنا راه حنا يعني ما عندنا حتى شي مشكل. المهم تزوجنا ومشينا سكننا بوحدياتنا، حيت الحمد لله الوالد ديالي ظروفه ميسره وعاونني نشري الدار ونسكن بوحدي. مشينا للدار، دازت 7 ايام ديال الباكور كيف ما كيقولوا. ايوا بدات المشاكل، بدا كل واحد فينا كيلقى راسو مع واحد الشخص اللي ما كيعرفوش. انا ما نقول لكمش بجوج بيناتنا يعني درنا بزاف ديال الاخطاء، بجوج بينا كنبينوا غير الجهه الزوينه فينا. اختلفنا في كل شيء، في التقسيم ديال المسؤوليات والتقسيم ديال المصاريف. هادشي خرج لينا بزاف ديال المشاكل في علاقتنا. كنت كنقول في راسي هادشي دابا يزول، هادشي عادي، راه كاع الازواج ما كيتفاهموش في الاول وكتكون بيناتهم المشاكل. لكن صبرت بزاف، دوزت سنين من حياتي، لقيت راسي كنضيع عمري وسط المشاكل وصداع الراس، والعلاقه ما عمرها بغات تقاد. قلت في راسي بارك من هاد اللعب، من الاحسن كل واحد يشد طريقه، على الاقل نرتاحوا شويه. وخا بقات فيا بنتي حيت غادي تكبر بعيد على باباها، ولكن اللهم هكذا وتلقاني ديما جنبها، ولا تشوفني ديما ويعني تشوفني بواحد الصوره اللي خايبه، وتشوف غير صداعات والمشاكل بيناتنا وتاخد يعني فكره ما مزياناش للاب ديالها. المهم طلقت، ما نكذبش عليكم جاتني صعيبه في الاول، ضعفيت، ما سخيت لا بنتي لا بمراتي حيت كنت مازال كنبغيها، ولكن الله غالب ما يمكنش لينا نكملوا هكذا. حتى واحد فينا ما بغى ينزل يده، وإلا بقينا هكذا ما عمرنا نزيدوا القدام، كنا غادي نزيدوا غير في المرض والمشاكل. حاولت نبدا حياة جديدة، لكن القضية ما كانش سهلة، جاتني صعيبة بزاف بزاف بزاف، حيت أنا طبعي اجتماعي، يعني باش نسكن بوحديتي جاتني قاصحة. كنت كنحاول ندوز الماكسيموم ديال الوقت برا الدار، ورجعت في البلية ديالي من بعد ما كنت قطعت الشراب. المهم شفت راسي ما غاديش للخير وانا نكري ديك الدار، ورجعت وسكنت مع الوالدين ديالي، وبقيت ديما خايف من الارتباط مع شي وحدة جديدة. والصراحة معايا أستاذات زوينات في الخدمة ديالي، وفايتة وحدة لمحات للزواج، ولكن درت راسي ما كنفهم والو. وأصلا فايت واحد 2 صحابي اقترحوا عليا 2 بنات، ولكن خوفي من الزواج كان كبير لواحد الدرجة لا تتصور. كنت كنتخايل راسي غير غادي نتزوج
غادي نبدا عاود في المشاكل عاود تاني. وقلت اللهم نبقى هكذا بعدا راني مهني. المهم كنت كنتصاحب مرة ولكن غير باش ندوز الوقت وصافي، ماشي زعما ناوي الزواج والمعقول. ولكن بلاتي راه ما كنش كنكذب على حتى شي وحده زعما نواعده بالزواج ولا شي حاجه، لا. وفي نفس الوقت كنت كنحاول نعطي وقت كتر لبنتي ونحسسها باللي عندها باباها ومهتم بيها وكيبغيها. المهم دازت الايام ومشات الايام حتى جات دخول المدرسي ديال العام اللي فات. بانت لي بنيه زويونه وجهها كيبان كبر من العمر ديالها. وفي الاول قلت عادي، حيت شحال من مره مثلا كتبان ليا شي دريه زويونه شي دري زوين قلت عادي هادي راه الخدمه عادي ماشي شي حاجه وعادي في اطار الدراسه، واصلا كنشوف فيهم غير النظره ديال الاب لا غير. ولكن هادي لا، من بعد شهرين لقيت راسي كنفكر فيها تفكير اخر وباغيها تكون مراتي. حلمت بها بزاف المرات، الصراحه كرهت راسي ووليت كنشوف راسي حمق. ولكن انا مأكد باللي بديت كنبغيها، ولكن ما درت والو، بالعكس كنت كنتفاداها باش ما ندير حتى شي سلوك اللي ماشي هذاك. وحتى في المعامله كنتعامل معاها بحال كلشي، حيت عارف في الاول في الاخير هادشي راه مستحيل واخا نيتي ما فيها حتى شي حاجه خايبه. المهم انا بقات كدور ليا في دماغي ومشيت وسولت عليها ولقيتها بنت من أسرة عادية يعني متوسطة، اللي مثلا عندها 3 الخوت وعندها أخت وحدة والأب ديالها كيبيع ويشري. المهم وسمعتها في الحي مزيانة يعني جد طيبة وإنسانة اجتماعية ومحبوبة عند كاع الجيران. هادشي اللي خلاني نفكر ونقول ممكن زعما نتفاهموا، ممكن تكون هذه هي الإنسانة اللي غتخلي أيامي زوينين من بعد وتونسي من بعد ما كنت أنا واحد الإنسان اللي كنشوف الحياة ظلمة وكنت واحد الإنسان وحيد واش غنقول. المهم اش غنقول لكم، كنتمنى تساعدوني وتعطوني آراءكم في هذا الموضوع. واش ماشي من حقي حتى أنا تكون عندي حياة مثالية؟ واش ماشي من حقي نبدا صفحة جديدة وننسى الماضي وننسى جميع الأحزان؟ واش ماشي من حقي نعطي جرعة أمل نفسي في موضوع الزواج من بعد ما كرهته وفقدت الأمل منه؟ وفي نظركم شنو هي وجهة نظر الناس إذا شافوني مزوج بنت صغيرة واللي في عمر بنتي ولا صغر كاع؟ واش ممكن أنني نتفاهم معها بالرغم من الفروقات اللي بيناتنا، مثلا فرق السن وفرق العقلية؟ بزاف ديال الأسئلة كيدوروا لي في دماغي وكنتمنى تعطوني آراءكم وتجاربكم. فمتتبعيني ومتتبعاتي الغاليين، بالنسبة لي أنا كنت نصحته يعطي لنفسه فرصة في التعارف واخا عام ويشوف الرأي ديالها أولا في هذا الموضوع، وإلا كانت متقبلة فكرة ديال الزواج به يحاول يشوف النقط ديال التفاهم بيناتهم ونقط الاختلافات، لأن فارق السن كنظن عمره كان عائق بين الأزواج. والأهم يسول عليها مزيان ويسول في والديها، حيث إلا كانت سمعتهم زوينة وناس كيخافوا الله فما عمره غيلقى مشكل معها، حيث إلا الجذور مغروسين مزيان أكيد غيعطوا ثمار زوينين. وإلا تفاهموا يخلي الفترة بين الخطوبة والعرس فترة معقولة، يعني ممكن توصل مثلا من 8 شهور حتى العام باش يزيد يتعرف عليها أكثر. وما ينساش يطلب الله في جوف الليل، حيث في الأول والأخير الزواج غير تسخرات واللي بغاها ربي هي اللي كتكون، حيث كيقولوا الزواج قسمة ونصيب. الغزالة ديالي أنا سالات القصة ديالنا، ما تنساوش تخلوا الآراء ديالكم والتعاليق ديالكم الصريحة بهذه القصة، وما تنساونيش طبعا من تعاليقكم الزوينة